اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى إن شاء الله تلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله خواتي غنشارك معهم أجنحة الدجاج أو جنيوحات ديال الدجاج ماريني كراميليزي في الفرن. كنتمنى إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. إذا هنا عندي كمية ديال الجنيوحات ديال الدجاج اللي كنقطعهم إلى نصفين. كيف ما كتلاحظوا معايا، من بعد ما كملت الكمية كاملة هنا غنوجد لا ماريناد اللي هي عبارة عن 3 المعالق كبار ديال العسل، غنضيف عليهم 3 المعالق كبار ديال عسل الحامض، 4 معالق كبار ديال زيت المائدة، غنضيف كذلك كيتشوب تقريبا 4 معالق كبار، غنضيف كذلك 2 معالق كبار ديال صلصة الصوجا، كنضيف الملح، ابزار اولا هريسة، 3 الفصوص ديال الثوم محكوكين. غنخلط هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا لي مع بعض، وغنشرملو الجنيوحات ديال الدجاج. كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي، هنا كنوضع الجنيوحات ديال الدجاج، غنحاول اننا ندوزهم كاملين في لا ماريناد. من بعد كنغطيهم بابي الومنيوم اولا فيلم اليمونتير من الافضل، وكنوضعوهم في الثلاجه على الاقل 1 ساعه حتى يتشربوا لينا مزيان لا ماريناد. اذا اخواتي في هذا الاثناء كنوجد اللاطه ديال الفرن اللي فرشت فوق منها بابي سلفوريزي، وكنستف فوق منها الجنيوحات ديال الدجاج، وكندخلهم من الفرن تقريبا 45 دقيقه. بالنسبه اخواتي للماريناد اللي تبقات ليا فانا غنستعملها في النصف ديال الطهي. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا من بعد ما طابوا ليا تقريبا نصف طيبه، فانا كندهنهم يعني بديك الماريناد اللي تبقات لي من قبل، وكنرجعهم للفرن يكملوا طيابهم. اذا هذا هو الشكل النهائي اخواتي ديال الجنيوحات ديال الدجاج او الاجنحه الدجاج كراميليزي، كيجيو روعه، كيجيو بنان. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.